صدمة الإعلام التونسي بعد مواجهة المغرب وتونس في كأس إفريقيا أقل من 17 سنة. في أجواء استثنائية وفي افتتاح بطولة كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة المقامة بالمغرب، كانت الأنظار كلها متجهة نحو المنتخب المغربي الشاب، المنتخب الذي أصبح حديث الجميع داخل القارة الإفريقية، ليس فقط بسبب النتائج، بل بسبب المشروع الكروي الكبير الذي يعيشه المغرب في السنوات الأخيرة. الجماهير كانت تنتظر مباراة قوية ومثيرة بين منتخب المغرب ومنتخب تونس في افتتاح مباريات المجموعة الأولى، المجموعة التي تضم كذلك منتخب مصر ومنتخب إثيوبيا، خاصة بعد التعادل السلبي بين مصر وإثيوبيا، وهو التعادل الذي جعل المنافسة تشتعل مبكرا داخل المجموعة. لكن الحقيقة التي أكدها الكثير من المتابعين والمحللين أن المنتخب المغربي يبقى المرشح الأول فوق العادة للتتويج بالبطولة بسبب جودة اللاعبين والانضباط التكتيكي والعمل الكبير الذي يتم داخل الكرة المغربية منذ سنوات. الكل يتحدث اليوم عن الجيل المغربي الجديد، مواهب صغيرة في السن لكنها تمتلك شخصية كبيرة فوق أرضية الميدان، لاعبين يلعبون بثقة، بسرعة، بمهارات عالية، وكأننا نشاهد فريقاً أوروبياً جاهزاً للمنافسة في أكبر المحافل العالمية. الإعلام التونسي نفسه تحدث بإعجاب كبير عن المستوى التنظيمي للبطولة وعن جودة الملاعب المغربية وعن الإمكانيات الضخمة التي وفرتها المملكة المغربية لكل المنتخبات المشاركة. ومن اللحظات التي لاقت احتراما واسعا داخل إفريقيا الاستقبال الراقي الذي خصصه المغرب لبعثات المنتخبات الإفريقية، سواء المنتخب الجزائري أو المنتخب التونسي أو باقي المنتخبات المشاركة. استقبال بالورود، تنظيم احترافي، احترام كبير للضيوف، وكل ذلك يعكس صورة المغرب الحقيقي، بلد الكرم والجود، بلد الأخلاق والضيافة، والشعب المغربي المعروف بحسن الاستقبال والاحترام. المغرب لم يفرق بين منتخب وآخر، الجميع تم استقباله بنفس الطريقة، والجميع وجد ظروفاً ممتازة للتحضير والتدريب. ملاعب التدريب كانت في أعلى مستوى، الفنادق مجهزة بشكل احترافي، النقل منظم، والأجواء مثالية لانطلاق بطولة قارية تليق باسم إفريقيا. الكثير من الصحفيين والإعلاميين الأفارقة أكدوا أن المغرب أصبح اليوم نموذجاً حقيقياً في تنظيم البطولات، سواء على مستوى البنية التحتية أو على مستوى جودة الملاعب أو حتى من حيث الأمن والتنظيم. ولا يمكن الحديث عن الطفرة الرياضية المغربية دون الحديث عن الرجل القوي داخل الكرة المغربية، فوزي لقجة، الذي يعتبره الكثيرون أحد أهم أسباب النهضة الرياضية التي تعيشها المملكة. في السنوات الأخيرة، المغرب أصبح يمتلك مشروعاً رياضياً واضحاً، بداية من تكوين اللاعبين الصغار، مرورا بالأكاديميات الحديثة، وصولاً إلى تنظيم أكبر البطولات الإفريقية والعالمية. والنتيجة واضحة أمام الجميع، منتخبات مغربية تنافس بقوة في كل الفئات السنية، ومنتخب أول صنع إنجازاً تاريخياً في كأس العالم، وأندية مغربية تحقق الألقاب، وبنية تحتية أصبحت حديث العالم. أما منتخب المغرب أقل من 17 سنة فهو مشروع منتخب كبير للمستقبل، منتخب يضم أسماء مرعبة كرويا رغم صغر سنها، لاعبين يملكون مهارات فردية مذهلة، إضافة إلى الانضباط التكتيكي والروح الجماعية. الجمهور المغربي بدوره صنع أجواء خرافية في المدرجات، دعم متواصل، تشجيع حماسي، ورسالة واضحة لكل إفريقيا: المغرب اليوم يعيش عصرا ذهبيا كرويا. وبعد المستوى الكبير الذي ظهر به المنتخب المغربي، بدأت ردود الفعل تتوالى في الإعلام التونسي والعربي، حيث تحدث الكثيرون عن قوة المشروع المغربي وعن الفارق الكبير الذي صنعه الاستثمار في البنية التحتية والتكوين الرياضي. ورغم قوة المنتخبات المشاركة، يبقى المنتخب المغربي من أبرز المرشحين للتتويج، خاصة مع عامل الأرض والجمهور، ومع وجود جيل موهوب قادر على الذهاب بعيدا في البطولة. كما أن الجماهير العربية والإفريقية أجمعت على أن المغرب قدم صورة مشرفة للقارة السمراء، سواء من ناحية التنظيم أو الاستقبال أو جودة الملاعب. بطولة إفريقيا أقل من 17 سنة ليست مجرد مباريات كرة قدم، بل هي رسالة تؤكد أن المغرب أصبح قوة رياضية حقيقية داخل القارة الإفريقية. وفي النهاية، تبقى كرة القدم رياضة تجمع الشعوب ولا تفرقها، والمنافسة تبقى داخل أرضية الملعب فقط، بينما الاحترام والأخوة بين الجماهير العربية والإفريقية أهم من أي نتيجة. المغرب اليوم يفتح أبوابه لكل إفريقيا، ويؤكد مرة أخرى أنه بلد الضيافة والكرم والتنظيم الكبير. فهل ينجح أشبال المغرب في حصد اللقب القاري وسط جماهيرهم، أم أن بقية المنتخبات سيكون لها رأي آخر؟ الأكيد أن الجماهير الإفريقية على موعد مع بطولة قوية ومثيرة، والمغرب مرة أخرى في قلب الحدث. وفي الشوط الثاني ظهر الفارق الحقيقي بين المنتخب المغربي وباقي المنتخبات المشاركة: نسق عالي وضغط متواصل وثقة كبيرة عند اللاعبين.
وكل هذا جعل الجماهير تدخل في حالة من الانبهار الحقيقي بالمستوى الذي يقدمه أشبال الأطلس. حتى المحللين الرياضيين في القنوات العربية والإفريقية بدأوا يتحدثون عن المستقبل الكبير لهذا الجيل المغربي، وقال أحدهم إن المغرب لا يصنع فقط منتخباً للفوز بكأس إفريقيا أقل من 17 سنة، بل يصنع جيلاً قادراً على السيطرة على الكرة الإفريقية لسنوات طويلة. وهذا الكلام لم يأتي من فراغ، لأن ما يحدث داخل الكرة المغربية اليوم هو نتيجة سنوات طويلة من العمل والتخطيط والاستثمار الحقيقي في المواهب الصغيرة. أكاديميات حديثة، مراكز تدريب عالمية، ملاعب بمواصفات أوروبية، واهتمام كبير بالفئات السنية، وكل هذه الأمور بدأت تعطي نتائج واضحة أمام الجميع. الإعلام التونسي بعد المباراة ركز كثيراً على الفارق الكبير في التحضير والإمكانيات، وبعض الصحف تحدثت عن أن المغرب أصبح يتفوق على أغلب الدول الإفريقية من ناحية التنظيم الرياضي والبنية التحتية. حتى الجماهير القادمة من خارج المغرب عبرت عن إعجابها بالأجواء منذ لحظة الوصول: استقبال راق، تنظيم احترافي، فنادق مجهزة، حافلات حديثة، وأجواء رائعة تؤكد أن المغرب يعرف جيداً كيف ينظم البطولات الكبرى. والأجمل من ذلك أن المغرب استقبل جميع المنتخبات بنفس الاحترام، سواء المنتخب الجزائري أو التونسي أو المصري أو باقي المنتخبات الإفريقية. الجميع وجد ترحيباً كبيراً وظروفاً ممتازة للتحضير. وهنا ظهرت الصورة الحقيقية للمغرب: بلد الكرم والجود والأخلاق الطيبة، بلد يعرف كيف يستقبل ضيوفه ويقدم صورة مشرفة عن إفريقيا كلها. الجماهير المغربية بدورها صنعت أجواء خرافية داخل الملاعب، أعلام وأهازيج وتشجيع متواصل أعطى للبطولة طابعاً خاصاً، وجعل كل المنتخبات تشعر بأنها تلعب في بطولة عالمية حقيقية. الكثير من المتابعين أكدوا أن المغرب لم يعد فقط بلداً ينظم البطولات، بل أصبح بلداً يصنع الحدث الكروي داخل القارة السمراء. وعندما تنظر إلى الملاعب المغربية تفهم لماذا أصبح المغرب مرشحاً دائماً لاستضافة أكبر البطولات: ملاعب عالمية، أرضيات ممتازة، تجهيزات حديثة، وتنظيم يليق بكأس العالم. ولا يمكن الحديث عن هذه النهضة الرياضية دون ذكر فوزي لقجع، الرجل الذي يعتبره الكثيرون أحد أهم أسباب التطور الكبير الذي وصلت إليه الكرة المغربية في السنوات الأخيرة. فوزي لقجع أصبح اسماً حاضراً بقوة في كل نجاح رياضي يحققه المغرب، سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية أو حتى تنظيم البطولات القارية والدولية. أما منتخب المغرب أقل من 17 سنة فقد أكد للجميع أنه ليس مجرد منتخب عادي، بل مشروع جيل ذهبي جديد. لاعبين يمتلكون مهارات فردية رائعة، سرعة كبيرة، لعب جماعي، وانضباط تكتيكي يجعل أي منافس يعاني أمامهم. الجمهور المغربي بدأ يحلم بلقب قاري جديد، خاصة بعد المستوى الكبير الذي ظهر به الأشبال،